حبايب قلب عاملين ايه؟ النهارده بقى هنعمل حاجه كده مختلفه كده. مش هنطبخ، هنعمل ايه؟ بنبقى كلنا راجعين من شغلنا محتارين هنعمل ايه، عايزين نجري بسرعه ونجهز الاكل قبل الولاد ما يجوا من الدروس او من المدارس. هنعمل النهارده حاجه بقى هتسهل علينا الدنيا. هنعمل ايه بقى؟ هنحمر كميه الشعريه اللي احنا عايزينها، وهنحمر كميه لسان العصفور اللي احنا عايزينها، وهنحمر كميه الرز اللي احنا عايزينها. طب ليه ده كله يا هبه؟ هنحمر مثلا ايه؟ نقول مثلا إيه على حسب ما انت عايزه. يعني الاول هنعمل لسان العصفور، هنحمر الاول الشعريه، ماشي. هنعمل كميه، هنسيبها تبرد ونحطها في برطمان، نحطها في باب التلاجة، مش هيجرى لها اي حاجه. راجعه من الشغل مستعجله كده بسرعه بسرعه، هتخرجي معلقتين شعريه متحمرين مع معلقه زيت في الحله، هتحط عليها الرز بتاعك ميه مغليه من الكتل، اقل من 10 دقايق الرز خلاص خلصت منه. ماشي. دخلتي برضو على حابه تعملي رز متحمر برضو اللي هو حبايه وحبايه، هتاخدي برضو حبه معلقتين متحمرين مع معلقه سمنه برضو او معلقه زيت، وهتغسلي رزك وتحطيه 10 اقل من 10 دقايق برضو هتكون عملت رز بالشعريه، رز اللي هو حبايه وحبايه. احنا كده جهزنا الرز بالشعريه وجهزنا الرز حبايه وحبايه، وعملنا برضو لسان عصفور. لو انت حابه تعملي شوربه لسان عصفور هتاخدي المعلقتين على طول بسرعه بسرعه بسرعه. هتاخدي مثلا تعملي طاجن لسان ايه من غير كلام كتير. نشوف. انا هحط دلوقتي زيت. انا بفضل لما اجي احمر الحاجات دي بحمرها بزيت، ما بحبهاش ايه بسمن. ونسمي اللي هو معايا ايه كميه الشعريه اللي انت بقى عايزاها. بسم الله الرحمن الرحيم. علي بقى ايه، عايزه بقى نار متوسطه كده علشان ايه مفيش واحده تتلسع او واحده لا تاخد اللون الذهبي الجميل كده. شفتوا خدت اللون الجميل ازاي؟ ايدك بقى فيها باستمرار، عايزه طول البال بس شويه عشان مفيش حبايه تاخد لون وحبايه لا. النار طبعا بتاعتك تكون ايه متوسطه، ما تكونش عاليه زي ما انت شايفه. انا عامله ربع كيلو، انت تقدري تعملي كيس، تعملي اتنين، تعملي تلاته، اعملي الكميه اللي تريحك وسيبوها تبرد وحطوها في برطمان في التلاجه. بالشعريه في اقل من 10 دقايق تكوني مخلصه. شايفه اللون الجميل؟ على نار هاديه بقى كده واحده واحده. خلاص خدت اللون الجميل. شايفين؟ ولا واحده محروقه ولا واحده صينيه بقى واسعه كده او طبق واسع كده، وهتقومي جايه ايه مفرغاها فيها كده وتسيبها تبرد بقى خالص لغايه لما تبرد بقى الشعريه عشان نعبيها في عشان نعبيها وهي سخنه. اهم حاجه ان احنا ايه نسيبها تبرد خالص. وفي نفس الطاسه برضو احمر كل اللي معايا، اقوم جايه عامله بقى كده سايباها تبرد بقى تحت مروحه او على الرخامه بتاعتك او زي ما انتم شايفين كده اهو. يلا بقى نحط حبه زيت ونسمي اللي هو نحمر ايه معايا بقى. ما كترش الزيت يعني. معايا برضو حوالي ربع كيلو ايه لسان عصفور زي ما انتم شايفينه كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. صلي على النبي يا حبايب قلبي. تقدري تعملي برضو الكميه اللي انت عايزاها، تحطيها برضو في دي مكرونايه. تقدري برضو تحطيها في برطمان. عملنا شوربه لسان عصفور، عملنا طاجن لسان عصفور، يبقى عندك جاي. عملنا لسان عصفور على رز على شعريه، يبقى حاجتك جايه مش هتاخد منك وقت خالص. انتوا شايفين كده؟ اهم حاجه ايدك تبقى ايه ايدك فيه عشان ما ياخدش في حبايه تاخد لون وحبايه لا. يبقى كده انجزنا وعملنا ايه. مش لازم اللي بيشتغلوا بس ستات البيوت، لو انت راجعه من شغلك مستعجله وعايزه الحقيقه تعملي الاكل، لو انت قاعده تنمي مع جارتك مع جارتك اللي جنبك مفيش مشكله. يبقى حاجتك ايه دايما تبقي جاهزه كده زي ما انتوا شايفين. زي ما انتوا شايفين كده ايدك تبقى في نار هاديه. طولي بالك بس عليه شويه عشان ما يتحرقش منك. انتوا شايفين اللون الجميل؟ بصوا ولا حبايه محروقه ولا اي حاجه. برضو في حاجه تكون ايه واسعه كده تحت المروحه على طول على ما نخلص اللي بعده يكون ده برضو ايه خلاص بريد تماما معانا. عملتلك كده ايه افكار كتير هتساعدك في مطبخك. طاسه نفس الطاسه برضه اهو. سيبه يبرد بقى خالص. في نفس الطاسه برضه حبه زيت. انا ليه بعمل بزيت؟ عشان لما ادخله التلاجة ما يبقاش طالع مجمد في بعضه. وادي برضه ربع كيلو زيت مزيت ما بي ايه رز. ربع كيلو رز مزيت برضه ما بيتغسلش. ماشي اهو. يتنقي كويس وزي الفل. لو رز بلدي طبعا لازم يتغسل. ماشي كده. عملنا لك افكار كتيره. تقدري تعملي رز حبايه وحبايه، تقدري تعملي رز بالشعريه، تقدري تعملي شوربه لسان عصفور، تقدري تعملي ميكس بينهم الثلاثه هما مع بعض كده برضو. تزوديها كبد وقوانص، تزوديها لحمه الموجود عندك. حاجه سهله وبسيطه وسريعه. تعمليه بالزيت بيبقى مفرفر كده. تقدمي التلاجة من البرطمان بيطلع الحاجه طالعه تلمح كده وحلو. انما زيت هتخلي الحاجه ايه طالعه مكتله كده ببعضها ماسكه ببعضها. اهم حاجه ايدك ما تتشالش منه. واخر يعني اكتر حاجه بتاخد وقت في التحمير الرز ولسان العصفور، انما الشعريه بتاخدش وقت خالص. اهم حاجه ايدك ما تقوليش انا هشوف حاجه ولا بص على حاجه وتشيلي ايدك منهم لا. انك التقليب المستمر على نار متوسطه كده. ما انتوا شايفين كده خلاص خلصنا الرز. هنفرغه برده لازم نسيبه يبرد.
عارفين كده يا حبايب قلب، عملنا الشعريه، عملنا الرز، عملنا لسان العصفور. معلش انا تعبتكم النهارده، يعني ممكن تعملي تتعبي في يوم بس هتريح نفسك طول الاسبوع. هتعملي رز بشعريه يبقى شعريه الجد، هتعملي رز حبايه وحبايه، هتعملي لسان عصفور، حاجتي تبقى جد. ومعايا البرطمانات دي طبعا انا عامله كميه قليله، احنا اتنين بناكل، انت تقدري تضاعفي الكميه اللي انت عايزاها. برطمانات مغسوله كويس ومتعقمه كده ونسمي الله، ويكون اهم حاجه برد تماما. انا عملت اول برطمان اهو، طبعا الباقي ده انا مش هرميه، هحط بقى كله ميكس على بعضه في الاخر ونعمل حبه حلوين كده. اهو ده اول واحد لسان عصفور، تاني واحد نجيب الشعريه الاول اهو. خلاص كده خلصنا لسان العصفور، عبيناه وعبينا الشعريه زي ما انتم شايفين كده. فاضل بقى هي بقى الرز. انا هعبي برده الرز في البرطمان، لازم نسيب الحاجه تبرد. شوفوا مفيش حبايه سودا ولا حبايه محروقه ولا حبايه، عشان ايدي فيه باستمرار. وحمرنا كل ده، خد مننا مش اقل يعني اقل من ربع كوبايه زيت، لان كل حاجه حمرتها بمعلقتين اتنين فقط لا غير. كان ممكن احمر في السمنه، بس انا قلت لا، عشان لما ادخل الحاجه الفريزر التلاجة واطلعها تلاقي الحاجه بتلمح كده وحلوه معاكي كده. تقدري تضيفي سمنه بقى وانت بتحمري الرز، او انت بتعملي ده باللسان العصفور. كده يا حبايبي خلصنا كل الكميه وعبينا. طبعا كتير هيقول لي ايه ده يا هبه، شوفوا اللون الشعريه ده ازاي ولسان العصفور محروق منك. لا يا حبايبي، لسان العصفور ما اتحرقش منه ولا حاجه، بس طبعا كلنا عارفين لما بنحط لسان العصفور ونعمله شوربه وننزل عليه بالشوربه او بالميه لونه بيفتح شويه، فلازم تدي لسان العصفور درجه سنه شويه عن الدهبي اللي هو زي الشعريه كده. انا كان ممكن اخليه زي الشعريه كده، بس طبعا لو نزلت عليه بالميه او بلسان او بالشوربه هتبص تلاقي لونه فتح خالص وشكله ما بقاش لطيف، بس ما حدش يرضى ياكله. انما ده هيفضل بقى محتفظ بلونه وجميل بقى مع حبه شوربه مكعب مرق. طبعا انا بقى باقي عندي حاجات زي دي كده اهو، احط بقى عليهم زي ما انتم شايفين، مش هرميهم خضره، انا ما برميش حاجه. احط عليهم بقى دلوقتي شويه رز، وابشر عليهم بصلايه كده وطماطم وقرن فلفل، واعمل طاجن ميكس كده بينهم، بيبقى تحفه من غير كبد وونس ومن غير اي حاجه. معلش انا تعبتكم النهارده شويه، بس دي افكار تقدري تعمليها. هتقفي تتعبي يوم في المطبخ بس بعد كده ترتاحي، تقدري تعملي الكميه اللي انت محتاجاها واللي تكفيكي. طبعا احنا اتنين بناكل، فانا عامله كميات قليله، وبعدين ما بناكلش يعني رز كتير ولا مكرونات كتير ولا حاجات كتير. بس قلت برضو اوريكم الافكار دي، ربما تعجبكم برضو، تقدروا تعملوها بالكميات اللي انتوا عايزينها. اشوفكم بخير يا حبايب قلب، فيديو جديد، الى اللقاء.